ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة فيديو انبوكسنج، وهنفتح الحلوين دول. الاتنين دول انا جايباهم من جروب استاذة رشا اللي هو هاوس اوف جيمز او بيت الالعاب. اول ست اللي هي بتاعت عيد الميلاد، والست التانية اللي هي بتاعت الزفاف. تعالوا نفتحهم مع بعض. حاجة في معاها instructions، ورقة instructions عن تعليمات التركيب والقطع ايه هي مع بعض، وبتتحط فين وكده. وفي تحذيرات مكتوبة هنا انه دي small parts، ما ينفعش للأطفال الأقل من 3 سنوات. دي أول ست اللي هي ست عيد الميلاد. أول حاجة فيها هي إزازة البيبسي. طبعا ايه هي أعياد الميلاد من غير بيبسي؟ في علبة لهدية عبارة عن زي اسورة وعقد، بس دول لازقين في العلبة، يعني ما ينفعش باربي تستخدمهم. وهي بالغطا بتاعها. تالت حاجة في علبة الشوكولاتة على شكل قلب والغطا بتاعها. كمان كوبايتين، المفروض دي كوبايات عصير. في كمان بوكي ورد شكله حلو جدا، كأنه هنا ملفوف بقماش بس هو كله قطعة واحدة. كنت اتمنى ان هو يبقى طري شوية بس هو ناشف. كان مفروض برضو يبقى فيه زي حلقة او حاجة من هنا علشان باربي تقدر تمسكه وتتصور بيه كده، زي ما هنشوف في الست التانية. الست التانية فيها الحلقة بتاعت ان الباربي تمسكه زي ما بقولكم. الطبقين دول عليهم ورد لونه فوشيا وابيض واصفر على الاطراف. معلقتين. معاها بقى البالونة العسل دي، عليها صورة باربي. كنت متخيلة ان الماتريال بتاعتها اخف من كده، هي تقيلة جدا، يعني مش عارفة المفروض باربي هتمسكها ازاي. كمان زي ما بقولكم المفروض كان يبقى فيه زي حلقة او حاجة من تحت علشان العروسة ممكن تمسكها، بس اعتقد ان هي ممكن مثلا تتثبت على ترابيزة او في مكان، يعني مش شرط ان العروسة تشيلها علشان تعبر عن ان ده عيد ميلاد باربي. واخر حاجة بقى هي التورتة والطبق بتاع التورتة. المفروض تتحط بالشكل ده كده، وفيها اماكن للشمع، وبيجي كمان الست شمعات دول علشان يتثبتوا في التورته. هثبتهم. بالنسبة للشمعات هم شكلهم حلو جدا وشيك، بس كنت افضل لو يلونوا التيب بتاعتهم بلون اصفر او اورنج علشان يبين ان هم يعني منورين. بس اوفر اول الكيك حجمها كبير، يعني ده حجمها في ايدي، وشكلها حلو جدا. التفاصيل بتاعتها دقيقة وحلوة قوي قوي قوي، يعني هتبقى شكلها في الصور يجنن. الست التانية بقى وهي ست الفرح وتورتة الفرح والحاجات دي. تعالوا نفك. برضو في هنا معاها instructions، ايه الحاجات اللي هتركب. في معاها بوكي ورد،
في الحلقة اللي بقولكوا عليها علشان الباربي تقدر تمسكه، وكمان 3 شمعات للشمعدان، وبرضو تحذير ان هي فيها قطع صغيرة ما تنفعش للأطفال الأقل من 3 سنوات. بره الصندوق اول حاجة او اكتر حاجة الصراحة كنت متحمسة ليها في البلاي سيت دي هي الشمعدان والشمع بتاعه. احط الشمعات هنا. الشمعات طرية شوية غير الشمعات التانية اللي كانت في ست عيد الميلاد. ده هيبقى في الصور حاجة عظيمة جدا، شكله تحفة ولونه حلو قوي. تاني حاجة هي صورة باربي وكين بتاعة الزفاف، وفي من ورا حامل علشان تقف تبقى كده. في كمان المفروض دي علبة هدية بس مش بتفتح. كنت اتمنى انها تبقى علب بلاستيك زي اللي كانت في ست عيد الميلاد، واصلا العلب من التو سيتس ممكن نستخدمها مع بعض، يعني ممكن نستخدم علب الهدايا التانية كهدايا في الفرح، فمش شرط ان احنا نستخدم دي برضو التفاصيل بتاعتها حلوة، وبرضو تنفع ان احنا نستخدمها كهدية في الست بتاعت عيد الميلاد، فانتوا تحسوا ان التو سيتس بيخدموا على بعض. كمان معاها الطبقين دول عليهم ورد لونه احمر واخضر، وفي نقط بيضة على الاطراف. في كمان المنديلين دول اللي هما المفروض يعني بيتحطوا على السفرة قبل الاكل، وملفوفين بالاكسسوار اللي لونه فضي ده. ممكن على فكرة الاكسسوار ده بيتشال من مكانه، ممكن نستخدمه كاكسسوار للباربي وهيبقى شكله حلو. ممكن ندهن مثلا واحدة فيهم بالجولد وواحدة بالسيلفر ونبدل فيهم كاكسسوار لباربي. في كمان بوكيه الورد ده، هو بوكيه صغير علشان باربي تمسكه. في من هنا مدخل علشان ايد باربي تدخل هنا فتبقى ماسكاه ومش باين ان هي مثلا ماسكاه ازاي، لانه مثلا في البوكيه اللي كان في الست الاولانيه ممكن نستخدم استك شفاف علشان نربطه بايد الباربي او تبقى كانها ماسكاه يعني. بس ده يعني الايد دي دلوقتي موجوده في معظم الحاجات علشان تقدر الباربي انها تمسكها. بعد كده كمان في زي مخده كده للدبل، اللي هي طبعا من التقاليد المسيحية نوعا ما انه بيتحط هنا الدبل وبيدخل بيهم طفل من اول القاعة بتاعة الكنيسة لحد الاخر، علشان الزوجين يعني يتبادلوا الخواتم وكده. هي شكلها حلو جدا، وممكن نعتبرها هدية كأنها ملفوفة مثلا. بيجي كمان معاها الكاسين دول. انا كان نفسي في كاسات جدا علشان كنت هلونها من جوه بالمانيكير باللون الاحمر في السيشن بتاعه الفامباير، بس للاسف هما جم بعد الهالوين السيشن اللي جاي بقى. تورتايه من دورين عليها تفاصيل باللون الموف شويه والاصفر، وكريمة عاملة ورد باللون الابيض. ملهاش طبق زي بتاعة عيد الميلاد، ولو اني كنت اتمنى ان هي تبقى اطول من كده، ان الكيكات بتاعة الافراح المفروض تكون 3 طبقات. الحلو اللي عليه من فوق هو القلب اللي فيه صورة باربي كان. استنوا اظبط لكم الفوكس اهو. حلو ان الكان اللي عليها شعر اسود، انا بحب الكان اللي شعر اسود. تورتايه حجمها صغير شويه بالمقارنه بتورتايه عيد الميلاد، بس اوفر اول شكلها حلو جدا. شوكتين ومعلقتين وسكينتين، طبعا لونهم بينك. انا يعني مفيش حد بيستخدم حاجات بالالوان دي، فانا ناويه اطليهم بالسيلفر علشان يبقى شكلهم واقعي اكتر في التصوير. وبس كده دول كانوا التو بلاي سيتس بتوع النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، و
لو بتحبوا فيديوهات الانبوكسنج اكتبولي تحت في الكومنتات علشان ازودها لكم شويه. انا حاسه ان انتوا مع فيديوهات الخياطه والتفصيل مش بتتفاعلوا قوي، فممكن بعد كده لو هصورها سريعا كده بدون كلام. فقولوا لي رايكم ايه في الكومنتات، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله، ومع السلامه.